ليه دايما بنتكلم في قناة رحلة وعي عن النرجسيين وبنسلط عليهم الضوء بالشكل ده؟ في ناس كتير ممكن يخطر في بالها أو تقول انتوا ليه مركزين معاهم بالشكل ده؟ بصوا، احنا مش بنصنف الناس ومش بندي تشخيصات ومش بنستخدم كلمة نرجسي كشتيمة. احنا بنتكلم عن سلوكيات بتسبب أذى نفسي كبير، ولما نفهمها بنقدر نحط حدود تحمينا. الموضوع زي دراسة صفات حيوان مفترس، احنا مش بنكرهه بس لازم نعرف نتجنبه ونتعامل معاه بأمان على قد ما نقدر. ليه كمان بنسلط الضوء على السلوك ده؟ لأنه بيدي الضحية أداة، بيديها اسم للألم اللي عاشته وللحالة اللي وصلت لها وللدوامة اللي اتسحبت جواها من غير ذنب. وأول ما تعرف اسمه تبدأ أول خطوة في التعافي. الحل اللي دايما بيبدأ من جواكي بقرار واعي بعد ما تدركي انت فين وإيه اللي بيحصل حواليكي. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تحموا نفسكم. دمتم بخير وسلام.